المغرب والجزائر الإخوة الأعداء، بلدين جارين كيشكلوا 39% من اقتصاد شمال افريقيا وضمن التوب 5 ديال احسن اقتصادات في ماما افريكا. في هذا الفيديو غادي تشوف معايا اقوى مقارنه اقتصاديه بين البلدين، مقارنه اللي خدات لي الوقت الكبير باش نجمع اكثر من 20 مقوم اللي غنتبازاو عليه باش نشوفوا شكون عنده احسن اقتصاد من حيث الفعاليه، التنوع، الجاذبيه والاستقرار. هذا الفيديو خدا لي وقت كبير بين جمع المونتاج والاعداد والمونتاج. ما تنساوش اللايك والاشتراك دعما لنا على المجهودات اللي كنقوموا بها باش نوصلوا لكم المعلومه. ومن بعد الانترو فرجه ممتعه. أول عنصر غنبداو به هي المساحة. يمتلك البلدين مساحة جد مهمة تقدر ب 710,850 كيلومتر مربع للمغرب و 2,382,000 كيلومتر للجزائر. مساحات كما كنشوفوا شاسعة من الأراضي غنية بمجموعة من الثروات الطبيعية، بترول، غاز طبيعي، الفوسفات، حديد وغيره من المعادن، وأراضي صالحة للزراعة، تضاريس متنوعة. لو تم استغلالها بشكل جيد لأصبحنا قوى عظمى في لمح البصر. العنصر الثاني السكان، 37 مليون للمغرب و45 مليون للجزائر. يد عامله مهمه وعقول نابغه وطاقات افضل كاع من الغرب كيحتاجوا فقط شويه ديال الدعم والاهتمام والاستثمار في الثروه المستدامه باش يخدموا بلداننا ونتفاداو الهجره ديال الطاقات للبلدان اللي للاسف كتعرف القيمه الحقيقيه للعقول البشريه. ما كنقصش من مجهودات الدول، لكن بغينا النسبه المستقبليه لهجره الادمغه تكون هي 0%. الناتج الداخلي الخام او البي اي بي اللي عادة ترتيب الدول اقتصاديا يتم وفق هذا المؤشر. المغرب حقق في سنة 2023 147.34 مليار دولار، الجزائر حققت 224.11 مليار دولار، يعني فرق ديال حوالي 77 مليار دولار. لكن إذا زومنا شوية غنلقاو أن هناك فرق كبير بين أنك تبني اقتصاد وتلقى اقتصاد. الجزائر 96% من الصادرات ديالها مبنية على المحروقات، اقتصاد الريع. كما ان البي بي ديالها لا يعكس القيمه الحقيقيه ديال مؤهلات الجزائر. كيبان هادشي كثر اذا قارنا بدوله كقطر مثلا، دوله اصغر منها ب 200 مره واقلها طاقات بشريه وثروات طبيعيه، لكن تجد ان البي بي القطري يصل الى 235.5 مليار دولار. في الجهه المقابله اقتصاد المغرب متنوع، فكتلقى ان الصادرات المغربيه متوزعه بشكل متكافئ بين قطاع صناعه السيارات، الفوسفات، صناعه الغذائيه، صناعه الالكترونيه وغيرها. لكن من باب الامانه الاقتصاد الحقيقي المغربي له ايضا من الامكانيات باش يقدم مستويات اعلى من هذا المستوى الحالي. وباش ما نقويش الهضره نخليكم تستمتعوا من خلال الانيماسيون مع باقي المؤشرات. وما تنساوش هذا الفيديو معتمد على مصادر موثوقه كصندوق النقد الدولي وجرائد ومنظمات عالميه ومصادر وطنيه معتمده لدى الدوله الجزائريه والمغربيه. غتلقاوهم كاملين في صندوق الوصف.
ديالنا الفيديو وصل النهايه ديالو، ما تنساوش اللايك والاشتراك وتشاركوا معنا ايضا الاراء ديالكم والاقتراحات في التعليق. تهلاو.